بسبب نشاطه السياسي أو آرائه التي تختلف معي. وفي هذا الصدد أرحب كل الترحيب بانتهاء تطبيق قانون الطوارئ، ونشكر المجلس العسكري على اتخاذه لهذا القرار. حول الإخوان، حين ينتخب الدكتور محمد مرسي، من الذي سوف يحكم مصر؟ من سيكون حاكم مصر الحقيقي، المرشد أم خيرت الشاطر؟ هل سيكون رئيس مصر هو الرئيس المنتخب أو رئيس من وراء ستار؟ الناس سوف تنتخب رئيسا، الناس لن تنتخب رئيسا صوريا يحركه الآخرين. أنا أمثل الدولة المدنية، أمثل الدولة المدنية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. الإخوان يمثلون الدولة الطائفية الإخوانية. أنا أمثل التقدم للأمام وهم يمثلون الرجوع للخلف. أنا أمثل الشفافية والنور. كل الناس تعرفني. والإخوان يمثلون الظلام والأسرار. لا أحد يعرف من هم وماذا يفعلون. أنا أمثل مصر، كل مصر. هم يمثلون فئة مغلقة على نفسها لا تقبل أحدا من خارجها. أنا أمثل المصالحة الوطنية، والإخوان يمثلون الانتقام. أنا أمثل الحوار والتسامح، ويمثل الإخوان الإقصاء والإبعاد والطائفية. أنا تاريخي واضح ومعلن للجميع يوما بيوم، وتاريخ مرشحهم لا يعرفه أحد. أنا أمثل الاستقرار، وهم يمثلون الفوضى وتعطيل مصالح الناس. يا إخوان، الناس